السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين اصحاب؟ كلشي على خير. نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده باذن الله تعالى. اهم حاجه هي الصحه. اليوم جيت نقدم معكم واحد الوصفه اللي هي سهله وصحيه في نفس الوقت، اللي هي كويرات ديال الشيفلور كيجيو ما شاء الله ما نقولكمش. بالنسبه للمقادير يعني كنحتاجوا زيت الزيتون اولا زيت المائده، جوج بصيلات ما يكونوش رقاق بزاف، حنا بغينا هذيك البصله تكون باينه في الصلصه على هذا الشكل هذا. 3 ديال الفصيصات ديال الثوم حتى هما غير حكيتهم في الحكاكه، ما درتهمش على شكل بوماد. تنبقاو نقليو في هذا الشيء حتى وكان اللون ديال البصله يتبدل شويه. زدت شويه ديال الزيت لان ضروري غادي نقلي فيه مطيشه د الحك باش يتحيد لنا داك الحموض ديالها. وانتم اي مطيشه كتحبوها تقدروا تدخلوها في هذه الوصفه. استعملت انايا الطماطم المركزه عايشه المغرب اللي هي 2 معلقات متوسطين، يعني ماشي ديك الكبار بزاف، باش كتعطينا واحد الصلصه اللي هي خاتره وزوينه. بالنسبه لمطيشه الحك ضروري نقليوها في الزيت والبصله باش كتحيد ديك الكروسيه ديالها، ضروري تقليها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. شديت 2 فلفلات متوسطات الحجم، قطعتهم على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني متوسطتين الحجم. بالنسبه للفلفله انا ما تنقليهاش، يعني غير كنديها ونجيبها وكنمرق نيشان، يعني كندير لي قامه ونمرق. الفلفله ما تحتاجش تقليها. كنديروا مليحه، فلفله حاره، اللي ما تياكلش الحار يدير غير فلفله حلوه عاديه. سكينجبير يعني البزار، الفلفل الاسود، معلقه صغيره. وغادي نمرق من طبيعه الحال ونخليوها طيب على نار هاديه. ضروري نوصيكم النار هاديه باش اي طيب تيجيكم بنين. نطبيها يعني نغطيها ونخليها طيب. بالنسبه للشيفلور انايا درت حبه صغيره وبخرتها في الكسكاس. ننصحكم تزيدوا البطاطا، انا درت غير 2 بطاطات، ولكن ديروا البطاطا اكثر، ديروا 4 البطاطات تقريبا مع راس ديال الشيفلور الصغير اولا الشيفلوره مقسومه على 2. ديروا 4 الحبات ديال البطاطا من الاحسن. صافي كنشديتها انا فورتها في الكسكاس، ما درتهاش يعني في، ما غليتهاش في الماء باش كتخلي باش ما كتبزطيش لينا وتعطينا داك الماء، لان غادي نكورو الحاجه اللي كتكون مطبوخه يعني مطبوخه في الماء. انا ما كتعجبنيش. فورتها وشديت الدجاج وخديت تقريبا نص صدر ديال الدجاج ودوزته في الهاشوار كما كتشوفوا على هذا الشكل، يعني رجعته بحال الشكل ديال الكفته. بغيتو ديروا الكفته الحمراء يعني ديال اللحم ديروها، او الكفته ديال الدجاج. درت كميه ديال القزبر معدنوس لا باس بها، يعني كميه لا باس بها كما كتشوفوا. فلفله حلوه، البزار، سكينجبير. نفس المقادير اللي درنا في الصلصه غادي نديروها، الا الثومه ما غنديرهاش. يعني المكور، الدجاج، القزبر معدنوس، فلفله حلوه اولا فلفله حاره، البزار، المليحه، السكينجبير فقط. تنخدموا هادشي بيدينا، ولكن راه حنا شفتوا كما شفتوا في المره الاولى معكتو مزيان. غادي نخلطهم مزيان كما كتشوفوا، وغادي نديرهم كويرات ونحطهم على جنب. انا بديت كنشكل كويرات، يعني راهما ساهلين.
من بعد ما شكلت مكويرات كناخذ الزيت فاش نقليهم. سخنت العافيه من طبيعه الحال. الكوارات ديالي غادي ندوزهم في الطحين، شفتوا كما كتشوفوا على هذا الشكل. يعني ضروري ما ديروش صغيورين بزاف، ديرهم كبار بحجم يعني بهذا الحجم هذا. كناخذوا الطحين ما كنضيفوا عليه حتى شي حاجه، كناخذوه على هذا الشكل ونمرمدو ونحطو على ما يسخن الزيت باش تجينا الخدمه سهله. وكنسوسو بيدينا، حنا ما بغيناش الطحين بزاف باش ما تحناش الكره ديالنا. وكنسوسو يعني كنمرمد من في نفس الوقت كنمرمد ونسوس. من بعد ما سخنات الزين ديال الزين الزيت ديالنا غادي نشدوها وغادي نحطوها في الزيت اللي تيكون ساخن. ما تنسوش هاد الكويرات راه مازال غادي يطيبوا عاوتاني في الصلصه مره اخرى باش كتعطينا واحد الصلصه رائعه 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 بزاف. قلبوا بالفورشيط من الاحسن لان هذيك البانسو يعني عذبني بزاف. ماذا بيكم انا في الاخر وليت كنخدم غير بالفورشيط. كنستمر انا في القلي حتى وكنقليهم كاملين ونكملهم. بالنسبه انا لهاد الكويرات هذا النص قدمتهم مع الرز والنص غادي نديرهم مع الصلصه، لان جاتني كميه لا باس بها كبيره. النص درت الرز الابيض ومع شويه ديال الدجاج وقدمت مع هاد الكويرات كما كتشوفوا، والاخرين درتهم في الصلصه. على هاد الشكل كنطيبوهم، يعني كنطيبوهم وكيوليو على هاد الشكل هذا. ومن بعد كما كتشوفوا ما شاء الله الصلصه راه هي خاطره. شوفوا يعني هذيك الصلصه يعني ما شاء الله عجيبه غريبه. الناس اللي كتاكل الزيتون والحامض المصير يمكن لكم تضيفوا الزيتون والحامض المصير، حلاوتها الزيتون الاسود. انا ولادي ما تياكلوش الزيتون، يعني استغنيت على الزيتون واستغنيت على الحامض المصير لان ما كياكلوش. كنستمر هذوك الكويرات كلهم كنحطو في الصلصه. بالنسبه للكويرات راها مقليين في الطحين، وداك الطحين كيزيد يختر لنا الصلصه وكيعطيها واحد الختوريه هائله معلكه وزوينه. وهذاك هو اللي غادي نقدمه مع الرز. يعني صدقوني جات واحد العشاء او غدا اللي عجبكم ديروه، جا زوين. وبالنسبه للوليدات حبوهم في الشيفلور بهذه الطريقه هذه. راه ما شاء الله كنستمر انايا بحال على هذا الشكل هذا وتنقلب الكويرات باش تدخل فيهم الصلصه بحال اللي كنكمل لهم الطياب ديالهم في الصلصه، راه ما كيتحلوا ما والو. وكنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه كما استفدت انا منه وعجبني، يعني الصراحه تقال ما شاء الله. ولا بغيتو تخدموا حتى الكوارات هذه بالصلصه بيشاميل راه عندها جميع بزاف ديال الطرق. ان شاء الله مازال غادي نعطيكم الجديد ونعطيكم ما هو مفيد، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وكنتمنى من قلبي تبارطاجيو لي القناه ديالي باش تعمل فائده على الناس كلهم. وكنقول لكم شكرا من قلبي، شكرا بزاف على الناس يدخلوا عندي جداد. كما كتشوفوا شوفوا الصلصه ما شاء الله راه هي خاطره، يعني مريقه تحببوا الوليدات فيهم. بغيتو تقدموها مع الخبز مع مكرونيس مسلوقه مع الرز اللي يعجبكم. ولكن ما شاء الله حنا في المغرب بالخبيز ديال القمح راه كتجي غدا ما شاء الله. شوفوا كي جات يعني الصلصه جات زوينه، والفليفله حتى هي طيبه وزوينه. من بعد ما كنطفيها كندير واحد شويه ديال القزبر معدنوس ونرشو من الفوق. وهذا هو شكلها النهائي، يعني غير المنظر ديالها راه كيشهي وكيعبر على كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو قادم.